السلام عليكم. السلام عليكم. إعذاء الجاكوريون في مقطع جديد. حرفيا المعنويات تحت الأرض سلبي 100 بالضبط. الزمن يعيد نفسه عندما كنا في الكاميرون. الفرق الوحيد ذاك العام في الكاميرون، وهذا العام في كوت ديفوار. كم من الصعب أن تتحمل 3 خسائر على التوالي: الخروج من كأس إفريقيا، وعدم التأهل إلى كأس العالم، ثم الخروج للمرة الثانية على التوالي من كأس إفريقيا. دعنا نبدأ يا أساطير. المباراة الأولى كانت بين جزائر وإنجولا. المباراة بدأت بشكل طبيعي، وبعدها نرى المنتخب الجزائري يحول التسجيل من الكرة البعيدة، وفي هجمة قام يوسف بليلي برفع الكرة إلى بغداد، وبعدها سجل بغداد بونجاح في الدقيقة 17. وقد انتهج الشوط الأولى 1-0، وبدأ الشوط الثاني نرى هجوم إنجولا على المنتخب الجزائري، وبعدها حصل منتخب إنجولا على ضربة جزاء. وبعدها سجلت إنجولا الهدف التعادل، أصبحوا 1-1، وبعدها انتهت المباراة 1-1. المباراة الثانية بين الجزائر ضد بوركينا فاسو. بدأت الجزائر بالهجوم، ولقد كان بغداد بونجاح أن يسجل الهدف الأول، وفي هجمة معاكسة للمنتخب بوركينا فاسو، ولقد سجلوا الهدف الأول البعيد حذاري جول. ولقد انتهى الشوط الأول 1-0، ولقد بدأ الشوط الثاني، ولقد سجل بغداد هدف التعادل في الدقيقة 50، ولا يزال المنتخب الجزائري يحاول أن يسجل هدف الثاني، ولقد حصل المنتخب بوركينا فاسو ركلة جزاء، ولقد سجل الهدف الثاني في دقيقة 70، وقبل أن تنتهي المباراة سجل المنتخب الجزائري هدف التعادل. الرأسية جول، الرأسية جول، الرأسية جول. ولقد انتهت المباراة 2-2، وهنا اعتقد أن الجزائر أصبحت بايرن ميونخ 2020. المباراة الثالثة جزائر ضد موريتانيا، وكانت هذه المباراة الفترة الأخيرة للجزائر الفوز ولا شيء أخرى، وبدأت الجزائر في الهجوم حرفيا. لقد تحولت الجزائر إلى برشلونة 2009 أو الباير 2020، ولكن حرفيا موريتانيا كانت تلعب بذكاء والحيلة، وبعدها موريتانيا حصلوا على ركنية والحرس الجزائري أبعدها، وبعدها سجلت موريتانيا الهدف الأول. فرصة خطيرة، جول 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 14. وبعدها انتهى الشوط الأول 1-0، وبدأ الشوط الثاني. نرى منتخب موريتانيا يتفننون طوال المباراة، ولقد انتهت المباراة 1-0، ولقد تأهلت موريتانيا إلى الدور 16. وبعد المباراة نرى حزن منتخب جزائري. استعدوا لرؤية غضب الأنصار الجزائرية على المدرب. نهني الفريق الموريتاني على الأداء الرجولي تاعهم، وحنايا ما عندناش أداء رجولي يقول لك صح، واللي فيو بزاف اللي ما نجموش يتحركوا في الميدان. محرز دخلها بريمير ميطو ما دار والو، دخلها دوزيام ميطو ما دار والو. واش كاين هذا؟ دوك راه ما كاينش كونتاكت. قلتها قبيله، الكونتاكت بين المدرب ما راكش تصنتوا له، ما راكش تسمعوا له، يدوا كيتي لا بارير، وكما يقولوا يحبس من ليكيب ناسيونال بالتراضي ويخطينا والله يسهل عليه. رحمة الله يحفظك بالماضي. هذا ميساج ديريكت ليك، اخطينا يرحم والديك. عندنا لي ميور جوار، عندنا لي ميور جوار في الافريق، عندنا كاع لعبوا في كروند ايكيب. يرحم والديك، يرحم والديك. روح من مثل الاستقاله تاعك، روح الله يحفظك. روح القاطر ولا روح وين تروح، انت محدود. بارك الله فيك، جبت لنا لاكو في 2019 خلاص عيدنا. أنا حائر، لماذا تقولون هذا الكلام لجمال بالماضي؟ هو الشخص الذي بعد الله سبحانه أحضر النجمة الثانية للمنتخب، ولقد جعل من جزائر مثل قطار أي منتخب ياتي أمامنا يتيم الدعس عليه. إذا أنت تستمع إلى هذا المقطع ضع سماعات واستمع جيدا. في الحياة هناك أنواع من البشر،
في الطيب والراقي والمحترم والمثقف، وفي البخيل والشكاك وسيء الظن والحاقد والكاره، وفي نوع اسمه الاستغلالي. هذا النوع ذكي لكنه من أسوأ أنواع البشر، نوع مهما تعبت عشانه وقدمت لهم وضحيت كرمالهم رح يوصلون لك شعور انه هذا واجب عليك. نوع ممكن تعطيه من روحك ومالك ووقتك وإبداعك، وبالنهاية رح يخلوك تشعر انه هم المتفضلين عليك. نوع رح تلاقي نفسك معاه مستنزف وبدون أي تقدير مهما عملت، ووقت اللي ما عاد فيك تقدم شيء رح تطلع أنت الغلط وأنت السبب وأنت الناقص وهم الكاملين. هذا النوع ابعد عنه مهما كان قريب منك. نعم، إذا أنت مع الذين يقولون إن بالماضي هو سبب الخسائر الماضية فأنت يعني لا كرامة ولا عزة نفس لديك. وفي النهاية لا تنسى لايك والاشتراك في القناة.